السلام عليكم. معاكم اخوكم محمود الهيتي. النهارده مش من جيم مصر ولا من اي حته، النهارده انا بتكلم عن نفسي يعني. الناس اللي متابعالي بقالها فتره عارفه ان انا كان بقالي فتره كبيره جدا، اكتر من 6 شهور او مثلا 9 شهور او قريب مع السنه. دلوقتي بقالي فتره مش بعمل فيديوهات، مش فاضي شويه. الناس الجديده اللي لسه متابعاني ان شاء الله هنزل الفيديوهات كلها القديمه على قناه اليوتيوب. اللينك موجود، هيبقى موجود تحت الفيديو دوت. اولا احب بس اعرف الناس انا مين وبشتغل. انا بس كاتب حاجات تحت عشان افتكر عشان اعمل فيديو قصير. انا اسمي محمود سعيد الهيتي، من مصر، من اسكندريه. بقالي هنا مقيم في امريكا في ولايه كنتاكي في حوالي 10 سنين. انا مدرب شخصي، يعني لا مدرب كمال اجسام ولا مدرب حاجه معينه. انا مدرب شخصي. الناس اللي هي بتحب تخس، بتحب تزيد، بتحاول تطلع عضلات، هدف معين، حتى لو بيلعبوا اي رياضه تانية. يعني الحمد لله بعرف اساعدهم. ابتديت اعمل فيديوهات كويسه جدا، من كلام الناس مش من رايي، من مع جيم مصر والناس كتير جدا تعرفني من جيم مصر. ده السبب ان الناس تعرفني فيه يعني. الناس بتسأل ليه انا سبت جيم مصر. مش هطلع بقى اقول جيم مصر وحشة جيم مصر حلو، لا بالعكس. انا بحترم كل واحد جدا من جيم مصر، سواء من المؤسس كابتن طاهر تيتو الاصغر واحد لاجدد واحد فيهم. بس انا الفترة اللي سبت فيها جيم مصر، انا شخصيا كنت مشغول في حياتي الشخصية. كنت بشتغل ساعتها في السجن. كنت ضابط في السجن وابتدى الشغل يزيد شويه، فالاوفر تايم كان عالي شويه، فما كانش فعلا عندي وقت اعمل فيديوهات. ومن ساعتها بطلت اعمل فيديوهات. ده السبب الرئيسي وده السبب الوحيد اللي انا سبت فيه جيم مصر. ان انا اصلا من ساعه ما ابتديت في جيم مصر واحنا كلنا متفقين ان كل واحد ليه سكه وكل واحد ليه مبدا. يعني حتى لو في ناس بتتكلم غلط او في ناس بتتكلم صح، كل واحد ليه مدرسه ماشي عليها وعليه مبدا يعني. بعد ما اشتغلت في السجن شويه واشتغلت والشغل زاد حبتين، ربنا الحمد لله كرمني وجات لي بنوته سميره. الحمد لله دلوقتي عندها 6 شهور. ابتديت من شهر 3 اللي فات، ابتديت حولت للمطافي. فالمطافي مش شهر 3 المطافي. يعني لازم تخش لها أكاديمية معينة، فالأكاديمية اللي فيها دي 6 شهور. فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمني ودخلت الأكاديمية، وفاضل لي بالظبط أسبوعين وأتخرج. ده السبب ان انا بقالي فتره مختفي، وده بسبب ان انا كان بقالي فتره شلت الفيسبوك خالص. ان انا كنت فعلا عايز اركز. ان كان عمري ما ذاكرت في حياتي، حتى ايام الثانويه العامه عمري ما ذاكرت في حياتي قد ما ذاكرت في الاكاديميه بتاعه المطافي يعني. بس الحمد لله خلاص يعني ربنا كرم، وان شاء الله فاضل لي بس اسبوعين واتخرج ان شاء الله. في الخطه بقى اللي قدام، هكمل فيديوهات في اللي هو كتاب التشريح ان شاء الله هخلصه باذن الله. هبتدي اعمل فيديوهات جديده غير القديمه اللي بنزلها على قناه اليوتيوب. النهارده عشان بس الناس تبقى عارفه، النهارده التاريخ شهر 8، تاني يوم في شهر 8 2017. عشان بس اللي يتفرجوا على الفيديو ده ما يعرفوش ان هو جديد ولا قديم. بالنسبه للفيديوهات، كل الفيديوهات اللي بتنزل على قناه اليوتيوب دلوقتي فيديوهات قديمه. ان شاء الله من اول لما اخلص ان شاء الله الاكاديميه بعد اسبوعين ان شاء الله، هبتدي اكمل فيديوهات بتاعت تمرين كتاب التشريح. وبعد كده ابتدي ان شاء الله اعمل فيديوهات بقى على حسب الناس هي مطالبها، سواء بقى تغذيه، تمرين عضله معينه. ممكن نعمل حلقات عن الكروسفيت. انا ما عنديش اي مانع. انا واحد من الناس، انا مدرب شخصي بعمل وبمرن كل الحاجات. انا شخصيا مرنت كتير كروسفيت وليا اصحاب كتير جدا جدا بيلعبوا كروسفيت، وبحترم كل الرياضات بقى، سواء من كرة يد، كرة سلة، كرة قدم. انت بتتمرن حديد او بتتمرن اي حاجة على حسب انت هدفك. بس ان شاء الله من اول ما ابتدي اعمل الفيديوهات كله هيبقى نازل على قناة اليوتيوب بتاعتي. مش هنزل كتير لا على الفيسبوك ولا هنزل كتير في اي حتة تانية يعني. هبتدي اشتغل مع نفسي بس، اعمل فيديوهات وانزلها على قناة اليوتيوب بحيث ان انا اعرف اتواصل مع الناس. واللي هيبقى عنده سؤال برضو هيكتبه تحت الفيديوهات على اليوتيوب وارد عليه ان شاء الله. وبرضو الفيسبوك وقت ما ارجع وافوق شوية من اللي انا فيه بعد التخرج ان شاء الله، هيبقى فيه برضو بوستات عن الاكل زي زمان. هيبقى فيه توعية ان شاء الله، حاجة بسيطة كده، هو تمارين، اي اسئلة ممكن نعمل فيديوهات لايف. فبس حبيت اعمل الفيديو دوت ان الناس فعلا كتير، وانا متشكر جدا الناس بتسال. يعني انا ده شيء بيفرحني يعني. ان الناس بتسال كتير كنت فين ومختفي وليه سبت جيم مصر. ما فيش اي حاجه بيني وبين جيم مصر خالص، بالعكس انا بحترم الناس كلها فيها. بس انا كنت اتشغلت جدا في حياتي الشخصيه. في الشغل الاول كان في السجن، وبعد كده ربنا كرمني ببنوته وبعد كده ربنا كرمني ودخلت الاكاديميه بتاعه المطافي. بقالي فتره يعني مثلا اكتر من سنه
ما عنديش وقت شخصي ان انا اعمل فيه حاجه لنفسي يعني. بس هانت هيكون لها اسبوعين ان شاء الله ونرجع نظبط زي زمان. يلا، التوفيق ان شاء الله لكل واحد. السلام عليكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير. يلا سلام.